قبل باش انه يفتح لنا ايضا لا كوليكسيون اللي عنده ديال الالات اللي كيرجع البعض منها للقرن، ماشي القرن الماضي، القرن قبل الماضي. هذا نموذج من الرباب العاصمي الجزائري، خاصة السي محمد الخارجي من الجزائر العاصمة، اللي ربما هذا المنوال كيخضع للمدرسة العاصمية فيما يخص موسيقى الصنعاء. وعندنا هنا باب تيلينساني صنع بمدينة تيلينسان، وهذا الباب كيف كتشوفوا كيتعدى القرن 150 سنة. أواخر القرن التاسع عشر 1870 1880. يا سلام. هذا صنع بضاحية تيلينسان في منطقة تدعى بولاد ميمون لا موريسيان، يعني من أول البابات اللي صنعوا في مدينة تيلينسان اللي ربما باقيين كتحف متوجهة. والكويطة يعني يعود الصنع ديالها الثلاثينيات من القرن الماضي، وهي كانت جوق ديال الحاج العربي الانصاري. حنا قمنا بالترميم ديالها. الصنع الأول صنعت بمدينة تيلينسان، عائلة حسين هي اللي كانت تصنع جميع الآلات للرباب والكويطرة للحاج العربي الانصاري. نعم. يعني الصنع الأول ديالها هو هذا. وجد كما قلتي هذيك همزه الوصل ما بين الثقافه الجزائريه والثقافه المغربيه. شحال من واحد كيقول لنا بان كيقول لنا كيديروا الغرناطي ديال الجزائر. كنفكروا بان راه حتى وجده لها مدرسه قائمه بذاتها، ووجده هي اللي فيها الجمعيه الاندلسيه. دونك الجمعيه الاندلسيه لمدينه وجده فقط تأسست سنه 1921، وربما أول جمعيات في شمال إفريقيا، أو أول جمعية اللي تأسست في شمال إفريقيا.